ليه الايام دي هي افضل ايام تخش فيها البورصه المصريه؟ وهل لو دخلت البورصه المصريه هتحقق استثمار كويس؟ معاك 10000 جنيه ومش عارف تستثمرهم في ايه؟ يعني لو حطيت يا معتز 10000 جنيه هل هيرجعوا لي 20000 جنيه؟ وهل الاستثمار في البورصه هو الافضل ولا الاستثمار في الذهب او في الاستثمار في المحاصيل الزراعيه او غيرها من المجالات اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه؟ طب هل البورصه امان؟ هل البورصه لو دخلتها بيبقى فيها عامل امان شويه ان انا ما اخسرش القيمه بتاعه الفلوس اللي انا حطيتها في البورصه، ولا ممكن اخسر كل حاجه؟ طب اقدر ابدا ازاي؟ طب اقدر اعمل ايه عشان اقدر اخش ان انا اتداول في البورصه المصريه؟ وايه الاسهم اللي ممكن ادخل فيها؟ وايه الطريق اللي انا امشيه عشان اكون مستثمر في البورصه المصريه؟ اهدى كده وبالراحه، انا هشرح لك كل حاجه من الالف الى الياء في سلسله فرصه في البورصه. اصل انا بحب اللغه العربيه قوي، فتلاقيني دايما هعمل سجع وقافيه وحاجات كده. يعني في الفتره الحاليه وكتير مننا بنعاني احيانا من ان بنبقى محتاجين فلوس زياده، بنبقى محتاجين ان احنا نستثمر فلوسنا في حاجه افضل. في ناس اتجهت مثلا للمجال بتاع العقارات، في ناس اتجهت لمجال القرى السياحيه، في ناس اتجهت للذهب. طبعا في ناس كل واحد اتجه على الحاجه اللي هو عايز يستثمر فيها او شايف ان هي الاستثمار الافضل والاضمن. لكن اللي مش كتير واعي له ان في فرصه بتبقى موجوده في البورصه ان انت ممكن تضاعف المبالغ بتاعتك او الفلوس اللي انت هتحطها في البورصه المصريه وتجيب لك عائد شهري او اسبوعي او يومي على حسب البورصه ما بتشتغل معاك. اهلا وسهلا بكم، انا معتز الطاهر، مستثمر في البورصه المصريه. انا مش محلل فني ولا محلل مالي، انا مجرد مستثمر طالع اقول لك التجربه بتاعتي خلال سنتين مع البورصه المصريه. انا مش طالع عشان ادي لك نصايح واقول لك تخش في السهم الفلاني، او انا مش طالع اقول لك خلي بالك السهم الفلاني ما تدخلش فيه، او يكون جاي لي حد بيقول لي توصيه على سهم فلاني فاطلع اقول لك لا انا مش بتاع الكلام ده خالص. انا جاي اقول لك عن تجربتي وعن كلامي من دماغي، حضرتك هتنفذ معايا يا رب ان شاء الله يعني يكون خير. حضرتك ما اقتنعتش بكلامي فانت برضه فوق دماغي. خلينا نبدا كده بالراحه في اول حلقه ونقول ازاي اخش البورصه المصريه. شوف يا سيدي، عشان تخش البورصه المصريه لازم يكون في وسيط ما بينك وبين مصر المقاصه، وسيط ما بينك وبين البورصه الماليه، وقصه كده كبيره بيختصرها لنا كلنا ابلكيشن ثاندر. ده الابلكيشن اللي انا بشتغل عليه في البورصه المصريه. عشان تحمل الابلكيشن هتلاقيني حاطط لك لينك تحت في الديسكربشن، حمل الابلكيشن منه. وهقول لك برده من السكه الدغري يعني ان انت لما بتحمل الابلكيشن ده بيجي لك انت فلوس وبيجي لي انا فلوس. مثلا لو انت دخلت على اللينك اللي انا حاطته لك فزي بيعمل زي ريفرال كده، ان انت جاي عن طريق معتز، طيب خد دي هديتك ودي هديه معتز. فممكن يجي لك انت 20 جنيه وانا 20 جنيه، ممكن يجي لك انت 500 جنيه وانا 500 جنيه، ممكن يجي لك انت 1000 جنيه ويجي لي انا 1000 جنيه. لكن هي مش تسويق هرمي، عشان ما حدش بس يفكر ان احنا في سكه تانية. دي مش تسويق هرمي. لو انت كمحمد مثلا انت حطيت اللينك بتاعك بعته لحد والحد ده دخل من عليه، فانت اللي بتكسب معاه، انا ما باخدش اي حاجه خلاص. فاحنا هنتعامل على ابلكيشن ثاندر. ده افضل ابلكيشن موجود حاليا للمبتدئين في البورصه المصريه. وعشان اكون واضح وصريح معاك من دلوقتي، ابلكيشن ثاندر زيه وزي اي ابلكيشن تاني بيحصل فيه اخطاء، بيحصل فيه تأخيرات، بيحصل فيه أعطال، عادي جدا. أي ابلكيشن أنت بتشتغل عليه سواء في حاجة تبع الفلوس أو بتشتغل في لعبة أو غيره بيحصل فيها أعطال أو بيحصل فيها مشاكل. فابلكيشن ثاندر زيه زي غيره بيحصل برضه فيه مشاكل. لكن الجميل في ثاندر إن هم بيحاولوا سريعا يتداركوا الأخطاء دي، أو إن هم يحلوا المشاكل اللي بتحصل في الابلكيشن. ولو حصل لك أي تلفيات أو حصل لك أي خسائر أو غيره بيحاولوا إن هم يعوضوك عليها. فعشان أكون واضح صريح معاك، الابلكيشن جميل، الابلكيشن حلو جدا بالنسبه لي لما دخلت كمستثمر مبتدئ فيه. لكن طبعا في اخطاء. اي نعم، انا خلال السنتين ما صادفنيش اي حاجه مثلا من المشاكل او كده، او ان انا اتجهت لخدمه العملاء، لان انا كنت لسه مستثمر صغير. وحتى الان لما المحفظه بتاعتي كبرت مع ثاندر برضو انا شايف ان انا ما واجهتنيش مشاكل، وبحاول قدر الامكان ان انا اكون في السيف زون. فهتحمل ابلكيشن ثاندر عادي جدا، هتدخل على الابلكيشن هتلاقيه وهو بيشتغل معاك كده في البدايه بيطلب منك بعض البيانات، يعني اسمك الرباعي طبعا المكتوب في البطاقه، هتصور البطاقه الشخصيه وش وظهر. الموضوع امان جدا جدا جدا، ما فيهوش اي مشكله خالص، ما هتخافش من الموضوع ده نهائي. خلي بالك ثاندر زيه زي يعني وسيط ما بينك وما بين البورصه. انت حتى لو رحت لاي شركه من شركات الاوراق الماليه وقلت له انا عايز اتداول بفلوس، برضه بياخد بطاقتك عشان يكودك في البورصه. فبالتالي انت بترفع البطاقه بتاعتك وش وظهر، بيطلب منك ان انت تتصور بصوره اماميه، بتتصور بصوره وانت باصص على الجهه اليمين، وهكذا ليتاكد من ان الشخص اللي موجود في البطاقه هو الشخص اللي بيعمل الابلكيشن او
مش فعل الابلكيشن معاه. بعد ما بتخلص كل ده بتخش في مرحله التكويد، يعني هو بيبدا ان هو يكودك في البورصه المصريه، والمرحله دي بتاخد فتره. قبل المرحله دي نسيت اقول لك ان بيتبعت لك عقد مكون من عدد ورق كده كبير جدا، بيجي لك عن طريق مندوب من الشركه. فانت حضرتك بتاخد الورق ده، لو انت في محامي مثلا تعرفه او حاجه عايز تروح توديله الورق ده يروح يراجعه لك براحتك، حاجه ترجع لك. عايز تمضي وانت واقف مع المندوب، وبعد ما المندوب يمشي بالورق بيرجع تاني للشركه وبتبدا الاجراءات ان هم يكودوك وان هم يفعلوا لك الاكونت بتاعك، دي حاجه ترجع لك. عايز تاخد الورق وتطلع بيه على محاسب قانوني يشوف لك القصه دي ايه، او محاسب في بنك او غيره او غيره او غيره، دي حاجه ترجع لك. لكن احنا كلنا ماضيين على الورق ده وما فيهوش اي مشكله خالص. ده عباره عن عقد ما بينك وما بين الشركه بالحقوق بتاعتك وبحقوق الشركه، وفي حاله النزاعات او في اي حاله من حالات اللي قدر الله مثلا ان انت عايز تسيب الشركه او ترفع قضيه او غيره او غيره او غيره، ربنا يبعد عننا سكه القضايا يعني. بعد ما بتمضي العقد بيبدا بقى ان هو يكودك في البورصه المصريه، بيفعل لك الاكونت. انا لما دخلت ثاندر في مايو 2021 او مايو 22 حاجه كده تقريبا، مايو 22 كان الوقت اللي خده في التكويد بتاعي ما كانش كبير، كان يا دوبك 15 يوم، ودخلت على طول مع ثاندر، حطيت فلوس حقيقيه بالفعل عن طريق فوري بلس. وبعد فتره فعلوا خدمه فودافون كاش، يعني انت لو معاك محفظه فودافون كاش تقدر ان انت لو معاك 500 جنيه مثلا عليها بتحولهم على ثاندر. طبعا بيتخصم العموله بتاعت فودافون كاش، فبيدخلوا لك 495 تقريبا او 400 حاجه و90 جنيه. كده خلصنا اول حاجه ايه هي ثاندر وازاي تخش على ثاندر. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقنعك بيها او نتكلم فيها شويه، ان انت شايف الاوضاع الاقتصاديه اللي بنمر بيها وان شاء الله هنعدي منها بسلام باذن الله، فطبيعي ان انت بيتجه التفكير دلوقتي ان انت عايز تحافظ على قيمه الجنيه. ففي مثلا صاحبك اللي قاعد معاك او مرات صاحبك اللي انت تعرفه مثلا راحوا اشتروا ذهب وخزنوه، فبالتالي حصل ارتفاع جنوني في اسعار الذهب. في ناس تانية فكرت في مشاريع خارج الصندوق شويه وراحت استثمرت مع شركات في المحاصيل الزراعيه، بيبقوا مثلا كام فدان في المنطقه الفلانيه بيروحوا يزرعوهم مثلا طماطم، يا باشا هيجي لك مثلا عائد بنسبه 40%. في ناس حبت الفكره دي وراحت الفكره دي. في ناس شافت، ودي الدماغ القديمه شويه، ان الناس شافت ان الاستثمار في العقار هو الافضل. برضه بص هتلاقيني بقول لك الاستثمار في العقار، ويعني بقى وزنه قافيه برضه. شافت ان انا لما اروح دلوقتي احط فلوسي مع شركه استثماريه عقاريه، فانا كده بضمن حق فلوسي، وان الفلوس هترجع لي، وان ممكن يطلع لي شقه او اشوف اللي انا عايزه. او ممكن في ناس بتعمل فكره دلوقتي ان هو معاه قرشين حلوين يعني، فبيروح يشتري شقه يوضبها من اول وجديد وبعدين يبيعها بسعر اعلى، بسعر اليوم بقى اللي هو باعها فيه. فانا بكلمك دلوقتي يا صاحبي، احنا شباب زي بعض، فانا بكلمك ان انت معكش 100,000 جنيه، انا بكلمك ان انت معكش 250,000 جنيه، انا بكلمك ان انت معكش فلوس كتير مستغني عنها، انا بكلمك ان انت معاك من 2000 ل 10,000 جنيه وعايز تعرف تعمل بيهم ايه. فانا جاي بكلم الناس اللي معاها من 2000 ل 10,000 جنيه يعني في الحدود دي، يعني مش اكتر من كده، يعني عشان بس تبقى ايه تعرف تمشي الدنيا في الاول. الموضوع عجبك والدنيا حلوه هتكمل، الموضوع ما عجبكش والدنيا ما عجبتكش على الاقل مش هتبقى خسران كتير، وتجربه وعدت وطلعت منها. فانا والله من وجهه نظري انا بدل ما اروح احط فلوسي في ذهب، فضه، ياقوت، مرجان، الماظ، عقارات، مش عارف ايه، انا شفت ان ده السبيل الافضل. وكمان يعني بخصوص النقطه دي ان بيبقى عندك في البورصه في عندك صندوق استثمار اسمه صندوق الذهب، ده هنتكلم عليه في الحلقات اللي جايه. في عندك بقى شركات عقاريه فانت بتروح تستثمر معاهم، في شركات مثلا مواد غذائيه فانت بتروح تشتغل معاهم. واستثمارك ده عشان برضو الناس اللي هتسال حلال ولا حرام وازاي وليه والكلام ده كله، اقول لك انا يا سيدي في شركه اسمها شركه معتز الطاهر، ان شاء الله باذن الله يعني يكون لي شركه في شركه اسمها معتز الطاهر دخلت البورصه حلو كده، وهي راصده مثلا ان انا عايزه 100 مليون جنيه مثلا فرضا، يعني انا عايز 100 مليون جنيه عشان هعمل مشروع جديد. فدخلت مثلا البورصه او عملت اكتتاب او ايا كان، وحطت مثلا سعر السهم مثلا جنيه، فانت بتروح تقول له اتفضل يا باشا ادي 500,000 جنيه من انا هشتري 500,000 سهم. فانت كده اديت سيوله من عندك لشركه بتستثمر فلوسك معاهم في المشاريع اللي هي بتعملها. انا بكلمك بالهدى اهو وعلى البلدي خالص عشان تبقى فاهم الوضع. فوالله انت اديت شركه معتز الطاهر اديتهم ايه ال 500,000 جنيه عن طريق البورصه المصريه، بيروحوا هم يعملوا المشاريع بتاعتهم، وبتفضل حضرتك مستثمر مشارك معاهم بالصيغه الفعليه ان انت مستثمر معاهم في الشركه بتاعتهم. والله الشركه كسبت، انت
فانت بتكسب معاهم، بيجي لك مثلا توزيع ارباح او بيجي لك ان سعر السهم بيعلى. الشركه خسرت او حصل نزيف في الشركه، فالقرار بيرجع لك تقعد معاهم وهم بينزفوا ولا تنط من المركب وتجري. فانت معاهم على المكسب وعلى الخساره. اللي بيحدد ان انت تكمل ولا ما تكملش هو انت. فانت مثلا دخلت في شركه معتز الطاهر وشاري 500,000 سهم، لقيت ال 500,000 دول بقوا 750,000، وخلاص انا يا جماعه كده انا مرضي بالاستثمار اللي انا عملته معاكم ده، وشكرا جدا جزيلا ليكم والكلام ده كله تمام قشطه زي الفل. حضرتك بتروح بايع الاسهم بتاعتك بالمبلغ اللي انت عايز تبيعهم بيه. بيكون ده عن طريق ان حد تاني عايز يشتري في الشركة دي، او شايف ان هي داخلة في مشاريع تانية، او شايف ان هي ليها مستقبل، او عايز يحط الفلوس يحطها معاهم ويسيبها مثلا بعد سنة كل واحد ودماغه. فبيروح مثلا ناس عارض على المبلغ اللي انت عارض عليه السعر البيع، وبيشتروا الاسهم بتاعتك لغاية لما بتلاقي نفسك خلاص انت معكش الاسهم دي، والنص مليون اللي انت حاططهم رجعوا لك بقى 750,000 او 600,000 على حسب انت شايف ان انا كده خلاص استثمرت فانا كده تمام. عايزك تطلع معايا ورقه وقلم او على النوتة بتاعه التليفون او يتخلي جنبك كشكول. عايزك في شويه نصايح كده ثوابت تكتبها وتحطها في دماغك وتحطها قدامك طول ما انت بتستثمر في البورصه المصريه. اول حاجه واهم حاجه ان انت داخل تستثمر على المدى الطويل، اللي هو اقل حاجه بتبقى من 3 ل 6 شهور. لكن لو انت داخل تضارب، فحقيقي انا مش هقدر اساعدك في الحته دي. الاستثمار او ان انت تلعب ازاي في البورصه بالبلدي كده عن طريق حاجتين، يا اما انت مثلا بحاجه اسمها مضاربه، يا اما حاجه اسمها الاستثمار الطويل. المضاربه ان انت مثلا دخلت النهارده حطيت 10,000 جنيه، بكره لقيتهم 11,000 جنيه، فانت بتروح بايع وطالع على طول. يعني ما بتستناش او ما بتشوفش اخبار او مش بتتابع ان ممكن السهم ده بعد بكره او بعد اسبوع يبقى ب 15,000 جنيه، فانت بالتالي ضيعت عليك فرصه. وانت كده مش ضيعت على نفسك فرصه وبس، لا انت كمان بتضر ناس تانية، لان دخولك بكميه كبيره في السهم وخروجك بكميه نفس الكميه اللي انت دخلت بيها من السهم ده احيانا بيعمل عدم توازن ما بين العرض والطلب. اما على الناحيه التانية وهو الاستثمار الطويل، وده الافضل ان انت بتحط 5,000 جنيه مثلا في سهم معين، او هي دي استثماراتك كلها في البورصه، وبعد ما بتحطهم بتبدا ان انت تتابع الاسهم اللي انت اشتريتها وتتابع اخبار الشركات اللي انت مشتري الاسهم بتاعتها، وتشوف بيطلعوا قد ايه وبينزلوا قد ايه ومدى قوه التداول على السهم ده، لان كل ده بيفرق في القرارات بتاعتك. فاول حاجه تحطها في دماغك ان انت هتحط 5,000 جنيه انت ما تلمسهمش تاني، تبقى معاهد نفسك كده وحاطط قرار في قرارة نفسك ان انت حاطط ال 5,000 جنيه دول ما تطلعش بيهم تاني، ما تسحبهمش تاني الا وانت شغال استثمار طويل. هتضارب وهتخسر، هتلاقي نفسك زهقت، هتروح خالع وماشي وضيعت من ايدك الفرصه. في نفس الورقه اللي انت بتكتب فيها، في نفس الكشكول اللي انت بتكتب فيه النصايح، اوعى تسمع لحد بينصحك في اي سهم من غير ما ترجع انت تدور على الشركه والسهم ده دنيتهم ايه. جيت انا لا بديلك الطريق وتشتغل ازاي والكلام ده، جيت قلت لك خش السهم بتاع معتز الطاهر ده دلوقتي عشان هيوصل للمرحله الفلانيه. قبل ما تروح تدور على السهم ده وتشتري فيه بكميات، روح دور الاول الشركه دي قويه سوقيا ولا لا، روح دور الاول التداول عليها قوي ولا لا، روح دور الاول الشركه دي داخله مشاريع ولا لا، اعرف اخبار الشركه دي واعرف الشارت بتاعها او اعرف الخط بتاعها خلال 6 شهور عامل ايه، خلال 3 شهور عامل ايه، خلال شهر عامل ايه، اعرف السهم ده كان واقع ولا بيطلع، بينزل ولا بيطلع والكلام ده كله. اما بقى عن ازاي تشتري وما تشتريش ازاي وتدخل ايه وما تدخلش ايه والكلام ده كله، فده هنعمله في خلال الحلقات اللي جايه ان شاء الله. انا لغايه هنا زي ما تقول كده ايه تمهيد، انا بقول لك ازاي تخش البورصه، ليه تخش البورصه، واديتك معلومات عامه كده عن البورصه المصريه. واهم حاجه هقدر اقولها لك في خلال الحلقه النهارده ان خلي بالك دي فلوسك، فانت مش هتراعي شغلك، مش هتراعي فلوسك، ففلوسك هتضيع. لوجيك يعني مش محتاجه اي كلام. انت دلوقتي لو رجل اعمال او ان انت معاك محل مثلا خاص بيك، انت لو ما راعيتهوش او ما خدتش بالك من مالك اللي موجود ده، فطبيعي ان الدنيا بتقع، صح كده؟ الافضل ان انت اللي بتراعي مالك. فانت طول ما انت قاعد او طول ما انت مستثمر بفلوس، فانت بتتابع الاسهم بتاعتك. التداول بيكون 5 ايام في الاسبوع، من يوم الاحد ليوم الخميس، ابتداء من الساعه 10 لغايه الساعه 2 ظهرا. بس انا مش طالب منك غير 4 ساعات من الاحد للخميس، شكرا، بس مش اكتر ولا اقل. البنوك مثلا قفلت جمعه وسبت، فانت قافل مع البنوك، انت ما بتشتغلش. اجازات الاعياد مثلا، الاجازات الرسميه والحاجات دي كلها احنا ما بنشتغلش برضه فيها. استناني يا صديقي في الحلقات اللي جايه، هقول لك بعد ما بتتكوت في
البورصه بتشتغل ازاي، بتحط فلوسك ازاي اصلا على الابلكيشن، يعني ايه محفظه، يعني ايه اكتتاب، يعني ايه سهم اصلا، يعني ايه كل الحاجات اللي انت فاكر ان هي مجعلصه. انا كنت فاكر زيك ان هي مجعلصه، وبعد ما دخلت الموضوع لقيت الموضوع سهل وبسيط. كل اللي محتاجه منك ان انت تبقى هادي، كل اللي محتاجه منك ان انت ما تزعلش في البدايه، او ان انت ما تتسرعش كمان في البدايه على الحكم على الحاجه. اهدى عشان تعرف تكسب فلوس حلال اولا، وثانيا فلوس شبه مضمون. شكرا جدا ليك يا صديقي ان انت وصلت معايا لغايه هنا، او اسف جدا لو كنت طولت عليك، وان شاء الله استنوني في الحلقات اللي جايه. شكرا جدا ليكم، سلام.